إمام أحمد الله شيء خدتش أبي حنيفة نا إشتا تحيتن بولشانا إشتبي زرت ديلي قريال خلي ألج دير خلي ألقت والله إمام أحمد إشتا تعدنا استقن يال خلو أبي حنيفة تبي زرت قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد سئل الله ريز خليلتون تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء فإنهم من أوسق الأعمال إلينا. إمام أحمد إعليل بوخ الله هنجرق غو تبي زرتا موجي إزمال شيء عيرش إردق إرجاء شيء عيرش إرجاء إذا موجي إزمال شيء عيرش بو تندلا إش تبي زرتا الله هنجرق غو الله توت أتارخ تاعة وين مخاء أبو حنيفة خلرا بيلقل داقرة قل حاول عيان يرجل درشكا إن حتيات أيوتشكا بيلقل داقر دويز همتا بيلقل دولو إمام أحمد دا دعل خلرا أبي حنيفينا إشتا تو يازين دول يوزين تيرا علم حقيقة تو دول شو فتوى تيرا يا بيت حقيقة حرب سدوز اشتقد سئل أحمد عن النظر في الرأي فكره ونهى عنه إشتا إمام أحمد ديش هو خلو الشولو حرب سدود إمام أحمد خاطر دخوالرا مثلا صاحب الرأي بدعة خوتشنسا إمام أحمد سا إذا مقر دعت على بيلقل داخل إشتا قدع إمام أحمد سئلر الحديث قال أحمد ابن حنبل كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه دغل بوغا تمقر قيتر دق إمام أحمد سئلر بوغ من ولا حجنرغا أبي حنيفة سؤولتي حقهم نخال من ولا أبي حنيفي شو حجنغوري هو باختي الله تندق تعسقت تعتمقر قيتر مدو ألتو تكي برا أبي حنيفي قيتم شو حجر تن علمي كي يقدر تن علمي دق والر إمام أحمد مقوش سخلا قال محمد ابن ياسين سئل الحدال دقو سألت أحمد عن النظر في الرأي فقال عليك بالسنة إما محمد ابن ياسين يخاتنا أصحاب الرأي بري أبي حنيفة اشتون اختير بولشارخ دق والر تاره باق حجر سؤال إيش عدابتي سنة دوي سنة هو باق حوصيل شوال إيش قنا حديثه محمد ابن يزيد المستملي سئلر سأل رجل أحمد إمام أحمد يخاتر بوطان استد أكتب كتب الرأي فقال لا تفعل عليك بالآثار والحديث همتا إمام بلغل داقين أحمد يزدد يشتك حديث خلرة أما بدعة أهل بلو تاجر هما يزدد ميكك تخلر فقال له السائد خدشو خاتر بو إمام أحمد يك إن عبد الله بن المبارك قد كتبها عبد الله ابن المبارك سم يازما دير مثلا شين خيتك قال فقال له أحمد سئلير بوت أختنك ابن المبارك لم ينزل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق ابن المبارك استقلر وعي سنوات يتشنك هما استقلر وعي سنوات وين دينا هدون أجا أمر استقلر واحد سنك دعياز در إعام در تند دازر توبوك در قال أحمد سئلير القدع حديث من دل على صاحب رأي ليفتيه فقد عان على هدم الإسلام من ولا بدعة خوشنت ايوه تنجر تعهم خاتش وگویا اتوا غدين لورش مو إذا إسلام دين دوخ وشوال جنة ألتو إشتا الفريابي حديثه عن الفريابي توألرا تنج حديثه كان سفيان ينهى عن النظر في رأي أبي حنيفة سفيان مقتدور بوغا حاجة أبي حنيف سوباختي على مثلا هو خاطر دو خاطر خال سوكي برا أبي حنيفي قيتم علمي عبولو إذا تأيوش سهلا يا إذا تأيت منقواش سهلا دابون بولشو علم ناخا
سفيان إمام أحمد شافعي اشتقيت شعراء قد حديث وحاشية باش أوز بطريحة ولا خلاف عنه يعني أحمد في أنه لا يستفتى أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق علمنا أنواع قوسم بعد ميجا اشتغلت يا حق عشان خيتش دول أهل البدعة خويبوي تاجر قيتم حيت ميجا تغلرة تودي حق علمنا قوسم بعد يالجن صلى الله عليه وسلم سنة دعاء تياتشبولوشاش إيش تدويت هو يؤمت يا حق قال وفي رواية عبد الله إيش عبد الله قال حدين دو قيج رواية تعدو أصحاب الرأي لا يرون عنهم الحديث لا يروي عنهم الحديث بدعة غايبوي تاجر حديث الصعيوش سخلة تندلا أبي حنيفة قراءة حديث تنجر حادثة ياسنا قلت دينا عدتنا يشتنجر قيجن حديث إمام أحمد يختر أبي حنيفة حقيا فقال إمام أحمد سئل لا رأي ولا حديث تنجر تعلق تهما حيو تردات يتعلق حديث حيو تردات تنجر إيلر الجي إمام أحمد دخادينا أبي حنيفة قرأ ملخش كيبر أور علم سعيتر وفيه أيضا اشتوى عدر ألا حدا دوغ وكذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله إبراهيم الحربي سئل الله رئيس خليل عرضت يوما شيئا من مسائله يعني أبا حنيفة على أحمد ابن حنبل فجعل يتعجب منها ثم قال كأنه هو يبتدئ الإسلام شا أبي حنيفة سأل دل تحتسما دير بو جيتا أحمدين أقا إمام أحمد شهت ويلير بو دقم دقي إلير بوتو هل إسلام دين شات عكل دقشتن شاس هادي إنسان شيغا دولشتن قميرش دقتو هل إمام أحمد جوري سخلا أبي حنيفة سأل دولشو همان حقيا عن الأثرمي تنقردو حديا توبو رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا حنيفة شين مصيتوز جيربوخ إمام أحمد أبا عبد الله إذا إمام أحمد دو مصيتوز غالتش ليوخش سقتش قوش دوخش إش دوتش أبي حنيفة ومذهبه المذهب أجي أبي حنيفة المذهب إنيس دات بوخشا قميان داش مصيتوز كرير شينا إمام أحمد بوت ويحكي شيئا من قوله على الإنكار والتعجب تو أولش دلهم نشنيس سخلت يحي تيتويلت يحي مو إردو هرتيب همش بوخشا إمام أحمد مصيتوز كرير شين بوخا الأثر مساء يمل وشا أبي حنيفة إشت حديثو قدا إمام أحمد إلي الآل نقع سنة على إمام أحمد نقع سنة استقولا حجوش أوتوش أقا عاموش أوتش أبي حنيفة لاتنا تن علم تنخو اشتيك تويازي نك تن مذهب كيغوش أوتش استقوي أقا يتن تيحي تنشان تيحوتنا أوتش أق تنخ ستيس مقادون تنخ تعبيد بيربون على إمام أحمد أما نقع سنة أبو حنيفة تيعوش ولاحا أبو حنيفة باخبوش قميلش داش تن مذهب إليلوش ولاح تنخ تعلق تعبال بيد باتون على إمام أحمد تكي برا أتسوج أوغا مخادينا إمام أحمد أبي حنيفة تيحوتنوي تنخ تعاداخ دوك داتسون تنخ تعبيد غير باتون أما تنخ واتيز أخفرجو من خيره أخذ تعديك خير دون أجي إمام أحمد على أبي حنيفة تأهوت ولا تج تنو تعبال بايد باتسال أجي يا إمام أحمد وين ويشولو وين دقوي شولو يا إمام شافعي وين ويشولو وين دقوي شولو الله دالا خين هيتن بويل تارا علم تقلورش تخلى تارا تعلي تماخ بيش تخلى أبي حنيفة وين مخأرة اتاها إمام أحمد سئل ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء شين قال أبي حنيفة سأل لرقي بجني يا إمكلي قوي إشي تعتير دوال طيب شافعي سبوخة ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخير السحارة أما
شين قاحة شا تين اختار داون اللقطة أبي حنيفة قيتم بازمنشن خوچن تين اختار دو اللقطة تدعوز دوي باتر قويتشي يو دعوز دوي موش قويتشي أجي بازمنشن خوصنو إلا مخ اشتخادنا شافعيس الله رسول يتن قال شعبة سئل الحديث كف من تراب خير من رأي أبي حنيفة لا تحيات بوين عدو لا دوي إذ ولي مدو ألتو أبي حنيفة تنتع ويل الله تو ألدو تعلهمن الله تو أطلع مخ لخر خادينا أبي حنيفة أجي خادين بابات لا تبوي لا تحياتنا إلا تولي مدو أبي حنيفة ألدو همن الله اللقطة ابن نمير سئل الحديث أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فكيف الرأي؟ شعناه أن تقي جيربوخ أبي حنيفة يقول حديثش حتى يتر بوناخ أخوة دعاء تنقل تو ألدل هم أجي تنقل حديث حيوج سغلجة تو شيقر ألدل هم تنقل مخلي أتأيوج حا مثلا وإمام أحمد باخر أج إمام شافعي باخر أج سفيان الثوري سئل أج ويتاجر علم حيوج خان تو باخر أولي هنا أجي تابوخ بوش خميال تدا أتكبر تعدال الحديث حيوج سوي أما هو بو شيا إمام على أبي حنيفة يقول أتلغى حديث حتى يأتي تنقل دعتون خير تؤلق مغلي حيوج تراد أتل تنقل